سلام البنات، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي نحتفل انا وياكم بعيد ميلاد ديال الزوج ديالي. غنوريكم كيفاش قدمت له هذه المائده الرومانسيه، كيفاش صيبت هذه الغديوه وكيفاش احتفلنا بعيد الميلاد ديالو، الطرطه اللي صيبنا والاجواء اللي احتفلنا بها بعيد الميلاد ديالو. نتمنى يعجبكم الفيديو، تابعوه للاخير وتشوفوا التحضيرات اللي حضرت لها لعيد الميلاد المميز جدا، ونتمنى يعجبكم الفيديو. فرجه ممتعه. وبما انه عيد ميلاد ضروري ما نحضروا اون طارت. الطارت انا كيعجبني نحضرها، ضروري ما نحضرها انا في الدار باش كنحس بهذيك المتعه وكنستمتع بالطريقه ديال التحضير والتزيين ديال الطارت على حسب الذوق ديالي ولا حسب الامكانيات اللي كنعرف انا في تحضير لي طارت. المهم كيف كتشوفوا طلعت الكريم شونتي، ضفت له 200 غرام ديال الجبن، خديت 400 غرام ديال الكريم شونتي، ضفت لها 200 غرام ديال الجبن، بطبيعه الحال 100 غرام السكر. مزجت جميع العناصر مع بعضياتها كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. وهذه هي الكريمه اللي غادي نطالي بها ولا غنزين بها الطرطه ديالتي. وكيف كتشوفوا لي مسبقه من قبل حضرت الجينواز، دوبلت لي المقادير. الجينواز مره اخرى نشاطرو معكم. المهم كيف كتشوفوا خليته حضرته ليله من قبل باش يبرد ويرتاح ما يتقطعش ليا. صافي قسمته لاربع اجزاء بطبيعه الحال كيف بغيتو، وبديت كنحطو على هاد المول اللي غادي نحاول درت ليه من الجناب ديالو هذاك الورق ديال الزبده غير فقط باش يعاوني ملي نبغي نهزو نكلاصي هاد الطرطه. ودابا بديت كنيطالي في الكريمه كيف كتشوفوا. كنحط الكريمه ديالتي اللي صايبتها، كنفزق الجينوازه بطبيعه الحال. المهم غتفزقوها بالعصير ولا اللي بغيتو بطبيعه الحال. المهم انا هاد الجينوازه بما انها باتت راه ولات ليا رطبه، ما بقاتش محتاجه للسيرو بزاف. المهم الا احتاجت لكم الجينواز انكم تفزقوها، يمكن لكم بطبيعه الحال. كندير الكريمه كيف كتشوفوا كنزينها بشويه ديال الاناناس اللي قطعته شرائح هكا ولا مربعات صغيره باش يعطينا النسمه والمذاق ديالته. وغادي نستمر كنمونطي في هاد الطرطه ديالتي كيف كتشوفوا. كنحط طبقه ديال الجينواز، طبقه الكريمه، ونسقيها بعض المرات الا احتاج السقي طبيعه الحال، خصوصا في الجوانب كيحتاج بعض المرات السقي لان تيكونوا شويه ناشفين. وكنحط الكريمه ديالتي كنزين بالاناناس حتى كمل جميع الطرطه ديالتي. صافي اخر طبقه طبيعه الحال غادي نشبعها بالسيرو. ضروري ما تشبع بالسيرو لان هذه الطبقه شويه ناشفه. صافي غنحط عليها الكريمه وغادي نحاول الكريمه نديرها لجميع الطرطه ديالتي. صافي من بعد ما صايبت الطرطه ديالتي دهنتها بالكريمه، خصني غادي نحاول نغطيها كامله بهاد الكريمه كيف كتشوفوا، ولا من الفوق لا من الجوانب، ونحسن المنظر ديالها. ومباشره غندخلها للكونجيلاتور تكونجيلا ليا واحد شويه. ومن بعد غادي نصايب الكلاصاج باش ملي نكب على الكلاصاج يعاوني، ونزيد الكلاصاج يجيها يعطيها منظر زوين وشكل رائع.
واختاريت التزيين ديال الطرطه غندير لها كلاصاج ميغموار. طبيعه الحال يمكن لكم تغطيوها غير بالكاناش طبيعه الحال. المهم كيف كتشوفوا هذا الكلاصاج ميغموار غنحتاج له 4 ديال الورقات ديال الجيلاتين اللي درتو في الماء هكا ديال الروبيني عادي. غنحتاجو كميه من الكاكاو، كميه من الماء، وكميه من الكريم شونتي، و200 غرام ديال السكر. بالنسبه للمقادير مضبوطه نخليكم صندوق الوصف باش تنجح معكم الوصفه. اول حاجه بديت بها انني غادي نضفي الكريم شونتي. كيف كتشوفوا كاس مع ديال الكريمه شونتي، تقريبا 140 مليلتر ديال الكريم شونتي غنديروا على العافيه مهيله حتى يدفى ليا. ودابا غنمروا نحضروا تقريبا السيرو مع بحال السيرو ولكن ماشي شي سيرو. المهم درت 200 غرام ديال السكر، غندير لها 4 المعالق ديال الماء، ماء عادي ما بارد ما سخون. كيف كتشوفوا خليت السكر تيذوب في هذاك الماء حتى يبدا يعطيني دوك الفقاعات كيف كتشوفوا. ومن بعدها غادي نضيف له ديك الكميه من الكاكاو، وضروري مع التخلاط وفوق عافيه مهيله. كيف كتشوفوا ضفت دابا الكاكاو الخليط هكا وخليته كيطبخ واحد شويه. كيف كتشوفوا راه كيعطي دوك الفقاعات. دابا غنبدا نضيف الكريمه اللي هي دافيه، نضيف الكميه كامله ديال الكريمه وحنا كنخلطوا فوق العافيه. هاد الكلاص الصراحه كيجي ناجح، كيجي ميغوار، تيجي هكا بغيون وسهل في التحضير. المهم بعد ما خلطت هادشي وخليته كيغلى كيف كتشوفوا تيغلى مزيان، غنضيف له اخر حاجه هي الجيلاتين اللي غادي نصفيه من الماء ونضيفه للخليط. وداك الجيلاتين غادي يذوب في الحراره ديال هاد الكلاصاج. المهم غنستمر في التحريك حتى يذوب لي داك الكلاصاج، وغنخلي الكلاصاج يرتاح ويبرد لي مزيان. عاد من بعد غادي نصبو فوق الكيكه. كيف كتشوفوا حتى الكلاصاج يمكن لكم تحضروه بليله مسبقه باش كيبرد. المهم كيف كتشوفوا الكيكه خرجتها من الكونجيلاتور وهي يا مكلاص يا بارده، وبديت كنكبل هذاك الكلاصات كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. وحاولت نغطي جميع الجوانب والاطراف بهذه الطريقه الدائريه حتى سويت الكيكه. وكيف كتشوفوا الكلاصاج راه كيجي هكا لامع، كيجي فعلا كلاصاج ناجح ومغوار. المهم حاولوا تصبوا وما تخليوش دوك الفقاعات ديال الهواء باش ما تخسرش لكم الشكل ديال الكيكه. المهم غنحاول نصب الكلاصاج على جميع الكيكه ونخليها تقطر، ومن بعد غنمر للتزيين ديالها. المهم التزيين كيبقى طبيعه الحال اختياري. انا درت هاد الدميعات ديال الشوكولا، غنحاول نغطي دوك الجوانب اللي كيبقاو السفليه ديال الكلاصاج. كيف كتعرفوا كيبقى واحد شويه ديال الديفو. حاولت نزين الاطراف ديال الاولى، ومن بعد راه طبيعه الحال كيبقى لكم اختيار انكم تزينوا الطرطه. وهذا هو الشكل النهائي اللي حاولت نزينها زينتها بالشوكولاته، دميعات ديال الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء، ودوك دوك الحلويات اللي في الدوغي وفي الخضيضر ونجيمات هكا في الفيضي. ومن طبيعة الحال كيبقى التزيين اختياري. وكيف كتشوفوا الكلاصاج جا لامع لامع جدا. حاولت ندهن بهذاك البغيون هذاك الشوكولا باش يعطيني شوكولا دهنته بالبغيون فضي باش يعطيني اللون والمنظر هكا. وجات كيكه صراحه منظرها زوين وشيك ديال عيد ميلاد ديال الانسان كبير كيف كتشوفوا. ودابا من بعد ما ساليت مع الكيكه خليتها في الثلاجه تبرد حتى الحين ديال الوقت ديال الاحتفال بها وناكلوها طبيعه الحال. دابا نمر نحضر معكم الغداء. المهم اختاريت غندير فخيدات ولا دجاجه كنقطع طريفات ديال الدجاج في الفران. المهم اول حاجه بديت بها شحرت شويه ديال البصله طبيعه الحال، والدجاج خليته بالجلده ديالته راه مغسول ومنقي ومنظف لينا مسبقا مسقطر من الماء. المهم ضفت له جميع المقادير على حسب الرغبه. درت انا سكينجبير وشويه الخرقوم وشويه الابزار وضروري من الثومه. الحمض ما درتوش لاني غادي نديرو على نكهات اسيويه. كيف كتشوفوا خليته كيطيب في الماء، زدت له شويه الماء حتى طاب لي داك الدجاج. دابا غادي ندخلو الفران من بعد ما غادي نكلاصيه بواحد الصلصه سبيسيال. المهم كيف كتشوفوا دوك الفخيدات حطيتهم في هاد المول اللي غيدخل الفران،
وغادي نكب عليه ديك لاصوص ديال البصله، غادي ندخلها للفران باش تزيد تشحر وتزيد تغمر كيف كتشوفوا. ودابا نحضر معكم هذاك الكلاصاج على الطريقه الاسيويه. طبيعة الحال غنحتاجو شويه ديال الخضره، ضفت ليه شويه ديال لي شامبينيون كيف كتشوفوا. شوف شامبينيون ما طيبتهمش، غنخليهم في الفران يتشواو، كيعطيو نكهه زوينه بصراحه. وبالنسبه للكلاصاج كيبقى طبيعه الحال اختياري، انا اختاريت نديرلو هاد الكلاصاج. درت له معلقه ديال صلصه الترياكي، غنضيف له معلقه ديال صلصه الصوجا، وغنضيف له معلقه ديال العسل. هاد الكلاصاج كيعطي داك التقرمشه للدجاج وكيعطي واحد البنه، واحد النكهه زوينه فيمي. يمكن لكم تستغناو عليه تخليوه دهنو غير بزبيده ولا بسمينه، ولكن حاولت انا نغير ونعدل في هاد الدجاج، عطيتو نكهه مغربيه اسيويه. المهم غادي نكلاصيه بهذه الطريقه، نكلاصيه قبل ما ندخلو الفران. وفين غادي يطيب طبيعه الحال غادي نبغي نحمرو، غنعاود نزيد له مره اخرى، غنزيد ندهنو بهاد السيرو اللي صايبنا ديال العسل والصلصه الترياكي وصلصه ديال الصوجا. صراحه هاد الصلصه كتعطي واحد النكهه سبيسيال لهاد المرقه كيف كتشوفوا. يمكن لكم تعتمدوها حتى في الدجاج المحمر ولا في اي حاجه. جربوها اكيد راه ما غاديش تندموا الا جربتوها، لان صراحه كتعطي نكهه زوينه، كتلون الدجاج، كتعطي واحد اللون هكا زوين. وكيف قلت لكم بعد ما غادي يطيب غادي نعاود نكلاصيه. يمكن لكم تعاودوا تكلاصيو باش كيبقى داك اللون ديالو هكا حميمر، وكيجي ديك الجلده ديالته مقرمشه. ها هو الدجاج من بعد ما خرجته من الفران طاب ودغمرات المريقه وتحمر ليا الدجاج، دهنته بهذيك الصلصه ديال الكلاصاج، كلاصيتو بهذيك ديك الصلصه اللي صايبنا. وبالنسبه حضرت هاد الشلاضه كيف راه فات لي حطيت لكم فيديو مسبق، المهم دابا نحط لكم الرابط ديالو بالنسبه للناس اللي ما شافوه. وزينتها طبيعه الحال بشويه ديال ورقات ديال السبيناكاس او السبانخ. ومن الجوانب اختارت نزين التبصيل بهذاك الكلاصاج اللي شات ليا، وكبيتهم فوق هذيك هاد السلطه اللي صيصها بالمايس وبالمايس وبالقمح الطري. وكان كيف هكا قدمت الغداء ديالي لهذا الاحتفاليه ديال عيد الميلاد ديال الزوج ديالي. حضرت السلطه اللي سبقت لي وحضرتها معكم فيديو سابق كيف كتشوفوا. وبالنسبه للطبله بريزونتها بهذه الطريقه، اختاريت الموضوع ان يكون البيض في الدوغي كيف كتشوفوا. المهم درت لنا في الابيض طبيعه الحال المواعن كلهم في الابيض، وكسرتهم بشويه ديال اللون الاحمر وشميع طبيعه الحال في الدوغي، وهذاك لي سوبلا في الدوغي طبيعه الحال. حطيت معاهم غير كيسان ديال الماء، حنا ما تنشربوش بزاف ديال دوك المناضه ودوك السوائل الاخرين. وكيف كتشوفوا كان بلا برينسيپال هو فخيطات ديال الدجاج ولا الدجاجه مقطعه هكا في الفران مكلاصيه بديك الصلصه الاسيويه. جا صراحه الطبق رائع، بنين بنين بزاف بزاف بزاف، نتمنى تجربوه. صراحه جا فن رائع، ومع صايبته بكارينيو سامينتا كيف تيقولوا، درتو بخاطر. جا صراحه عطاه الخاطر. ملي كتصايب الحاجه بخاطر طبيعه الحال كتعطيها نكهه ونسمه اكثر وابن. وبالنسبه للسلطه اكيد جات رائعه وجات بنينه كيف كتشوفوا. زينتها بهذه الطريقه، عطيتها الخاطر حتى زينتها. وكيف كتشوفوا وليتي تستمتعوا بهذه السلطه وتستمتعوا بالغداء واستمتعنا مع بعضياتنا. ودابا جات المفاجاه، الا وهي اننا غادي نحتفلوا بالطرطه. صافي من بعد ما تغدينا كيف كتشوفوا دابا جا وقت نحتفلوا بالعيد ميلاد. عيد ميلاد احتفلنا بها هكا سامبل، محتاج ماشي درنا شي احتفاليه كبيره، غير خلقنا الاجواء وعشنا
وعشنا زعما الفرحة وهكا كيف كتشوفوا. ولكن الحاجة الوحيدة فاش زبلتها انني انا اللي قطعت الطرطة، وانا ماشي مولات عيد الميلاد، انا غير فقط حضرت الطرطة لعيد الميلاد، وهذا هو اللي خلق لي المشكل. يعني جيت حتى الاخر وكحلتها وعميتها. المهم نتمنى يكون عجبكم هذا الجو اللي انا نقلته لكم كيفاش احتفلت بعيد الميلاد ديال عضو مهم في عائلتي اللي هو الزوج ديالي. وكيف كتشوفوا الطرطه جات صراحه بنينه بنينه بنينه، جات رطيبه وفتيه ورائعه، وداك الكلاصاج جا رائع وناجح. نقول لكم بسلام عليكم، وعيد ميلاد سعيد للجميع اللي كيحتفل به. بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في روسكم. ¿Quién es el pequeño? Una existida. Soy yo. Sí, ya. ¿No tú? Madre mía. Es que Encima. mamá, ¿por qué cortas? Está bueno.